أهلا وسهلا بكم معانا في قناة كودينج بايبل. ما زلنا بنتكلم في الانجلر راوتنج، والنهارده هنتكلم عن حاجة اسمها ريدايركت تو. تمام، وهنتكلم عن حاجة معاها اسمها باس ماتش، وهنتكلم عن ليه لازم استخدم الباس ماتش مع الريدايركت تو. وكمان هنشرح آخر تحديث حصل في انجلر 20 الخاص أو التحديث الخاص بالريدايركت تو في انجلر 20. وطبعا عشان نتكلم عن تحديث في انجلر 20 عايزين نحدث المشروع بتاعنا الى انجلر 20. اوكي، برضه هتحتاج تحدث السي ال اي الجلوبال عندك، فما تنساش تعمل الامر npm ان انستول داش جي. اوكي، وتكتب اسم المكتبه. اوكي، وبعد ما تعمل الانستول هتعمل انستول. اوكي، انا كده كده عملتهم فخلاص مش هعملهم تاني. بعد كده هنيجي هنا نحتاج نعمل ال ng update في المشروع بتاعنا. اوكي، هنيجي ناخد ده كوبي، بعد كده هناخد ده كوبي، بعد كده نضغط انتر. بعد كده هنجيب شوية أسئلة. هنا بيقول لك هل أنت عايز تستخدم البيلدر الجديد؟ هنقول له ماشي، مفيش مشكلة. بعد كده هيسألك سؤالين. هنا يقول لك هل أنت عايز طبعا هنا الأول بيقول لك إن هو الدوكيمنت اللي احنا المفترض نستخدمه بعدين هتشوفه هو كان موجود في الانجلر كومن، بقى في الانجلر كور، مش مشكلة يعني. هنا عمل شوية تغييرات. هنا بيسألك هل أنت عايز تحول الكنترول فلو مايجريشن. تمام، يعني ايه؟ يعني لو انت كنت مستخدم ان جي اف او ان جي 4 الحاجات دي في مشروعك وعايز تغيرها الى سنتكس جديد، فاوكي، مش عايز خلاص. هنا بقول لك لو انت عايز او لو انت عندك مستخدم الجيت كارنت نافيجيشن هنشوفها بعدين، دي بس بقت ديبريكيتد، بس دي من اول انجلر 20.2. اوكي، بقت الى يعني حول او غير الجيت كارنت نافيجيشن بقت كارنت نافيجيشن عشان دي بقت سيجنال. اوكي، فاحنا في المشروع بتاعنا ما مش مستخدمين لا ان جي اف ولا مستخدمين ال current navigation، فمش مشكله. كده احنا خلاص حدثنا الى ايه انجلر 20. تعالى بقى نفهم ونشوف الريدايركت تول تشتغل ازاي. تعال نشوفها بمثال بسيط. في شركات بتحب تعمل ايه؟ مثلا تعمل باص فاضي اللي هو بتاع الهوم بيج، وتقول لك مثلا ريدايركت تو. تعال نشيل دلوقتي الباص ماتش من عندنا دلوقتي. اوكي، وهنخليها مثلا تتحول الى هوم. وتعالى نعمل باص جديد هنسميه هوم. تمام، تعالى بدل البرودكت ليست تعالى نخليها مثلا هيبقى عندنا هوم كومبوننت، وتعالى نعمله عشان احنا ايه ما عملناهوش. تعالى نعمل هنا ان جي جي سي هوم. اوكي، الايرور ده بيقول لك ان بما ان احنا شغالين بالنظام القديم بنظام الموديولز، والهوم مش ستاند الون كومبوننت، فانت لازم تعمل له امبورت في موديول. فهو بيحاول يشوف اقرب موديول في الفولدر اللي اسمه سورس يقدر يحط لك فيه، فما لقيش. فاحنا ممكن حاجه من الاثنين، يا اما نستخدم سكيب امبورت يعني نقول له مش لازم تحطه في اي موديول، يا اما نعمل داش داش موديول وتعالى نحطه في الاب موديول، وتعالى هنا نعمل امبورت للهوم موديول. اوكي، ده مثال. اول مثال ده مثال بسيط جدا. في اغلب او يعني في مواقع كتير بيحبوا الهوم بيج اللي هي الباص بتاعها سترينج فاضيه ان هو يتحول على باص تاني اسمه هوم. ماشي، طيب عايزين بقى نفهم هنا ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل هنا ان الانجولار مجرد ما تفتح انت الصفحه الرئيسيه بيجي يبص على الباص بتاعها. الباص بتاعها هو سترينج فاضيه، فهيجي هنا او عند مرحله بس ان هو اتعرف على الباص ويلاقي ريدايركت تو، بيروح على طول محول على ايه الهوم كومبوننت او الهوم بيج. طيب ريدايركت تو كانت بتقبل سترينج بس فقط لا غير لحد اصدار 19. في الاصدار 20 بقت بتقبل كمان فانكشن سوري، وهنشوف التحديث بتاعها في الاخر او هنتكلم عنه يعني في الاخر. بس هنا في مشكله، لو جينا نشغل المشروع بتاعنا عشان نشوف نتيجه الريدايركت تو دي، الحقيقه مش هيديلك حاجه وهيديلك يعني حاجه مش مفهومه عشان هنا في ايرور. طب ايه بقى الايرور ده؟ الايرور ده هنا بيقول لك ان عندك invalid configuration of route bus. الباص هو الفاضي احنا عملناه دلوقتي،
واللي هو كمان في دايركت هوم بيقول لك بليز بروفايد باس ماتش، يعني لازم تستخدم الباس ماتش. the default value of bus match is prefix. تمام، يعني الباس ماتش فيها حاجتين، يا اما بريفكس يا اما فول، بس انا بقول لك انك انت غالبا توصل انك تستخدم فول، يعني انت هنا مفترض تيجي تعمل كده. اوكي، تعالى نشوف حصل ايه. اوكي، هوم وركس اشتغلت معانا تمام وتحول الى صفحه الهوم، ماشي. ده كلام سليم. طيب ايه هي الباس ماتش وليه لازم نكتبها مع الريدايركت تو؟ تمام، وليه الانجولار بيستخدمها؟ لو وقفت بالماوس عليها هتلاقيها بتقبل، او التايب بتاعها عباره عن فول او بريفكس او undefined. ده معناه ان هي ما بتقبلش غير قيم او قيمتين بس، اللي هو او 3 قيم اللي هما الفول والبريفكس والundefined. طيب ايه وظيفتها وايه لازمتها الانجولار عاملها ليه؟ بص يا سيدي، لما المستخدم يفتح اي لينك في الموقع، الانجولار بيشوف الباص وبيروح يدور في الراوتس اري اللي هي دي. تمام، بس ازاي الانجولار بيعمل ماتشنج ما بين اليو ار ال اللي اتفتح تمام والباصز اللي في الاري؟ عايزين نفهم الانجولار بيعمل ايه في النقطه دي. بص يا سيدي، لما المستخدم بيفتح اي لينك في الموقع، تمام، الطبيعي جدا ان احنا عارفينه ان الانجولار بيشوف الباص اللي اتفتح او اليو ار ال اللي اتفتح ويدور على الباص المناسب في الراوتس اري. تمام، ده كل اللي احنا عارفينه تمام، ما فيش مشكله، بس احنا عايزين نفهم عشان نفهم يعني ايه باص ماتش وقيمه البريفكس والفول والفرق ما بينهم. لازم نبقى احنا عارفين الانجولار اصلا بيدور ازاي جوه الراوتس اري اللي هي دي على الباص المناسب. عايزين نفهم هو بيعمل ايه. تعالى ايه ناخدها هنا، ناخد مثال. افترض ان انا عندي الكرنت يو ار ال هو برودكت واحد. مبدئيا انجولار مش بيتعامل مع الباص او حتى اليو ار ال على انه سترينج، لا ده هو بيحوله لستراكشرد اري او مثلا بيحوله لستراكشرد اوبجكت. تمام، بس انا كل اللي همني ان هو الباص بيحوله الى اري زي كده. طيب لما بيجي يدور جوه الراوتس اري بيحصل ايه؟ لازم برضو يحول كل باص الى اري زي كده سيجمنتس. تمام. طيب تعالى مثلا نشوف، انا عندي الباص الاولاني ده هو باص فاضي، فطبيعي ده لما يجي احوله السيجمنت هيبقى عباره عن ايه؟ اري فاضيه. تمام. طيب هيجي يقارن من ده لده ازاي؟ يعني هو الانجولار بيعمل ايه فعليا؟ شوف يا سيدي، هو مفترض بيعمل ايه؟ بيستخدم سياسه البريفكس او الباص ماتش بريفكس الاول. يعني ايه؟ يعني هو زي ما قلنا بيحول الباص لاري. مثلا هفترض، يعني سيبك من المثال ده دلوقتي، هفترض ان انا عندي الاري دي او الباص ده عمل سيجمنت مثلا طوله واحد، اللينس بتاعه واحد، فهيجي يقطع من الاري بتاعت الكرنت يو ار ال واحد، هيعمل سلايس لاول عنصر. بس بيمشيها ازاي؟ يعني مثلا تعالى اوريك هنا. مثلا افترض ان انا عندي، اوكي انا كنت عامل ده قبل كده، عندي current URL segments اللي هو product سلاش واحد زي ما احنا قلنا، بيجي يدور فيه بيعمل كده. لا، current segments دوت سلايس بيقطع منه. اوكي، بيقطع من الاول من عند الصفر. تمام، قد ايه؟ بطول الاري اللي هو عايز يقارنها. مثلا ده في حاله لو كان ايه الباص فاضي، اري فاضيه، فهي دوت لينس زيرو، فكانه هيقول سلايس زيرو دوت زيرو. طيب لو كان مثلا الاري عباره عن واحد، تمام، الاري واحد بس، هيعمل ايه؟ هيجي يقطع، تبقى عباره لو مثلا لو جينا في الباص ده، تبقى الاري عباره عن برودكت. اوكي، فهتبقى واحد، فيجي يقطع من زيرو لواحد، فيقطع مين؟ البرودكت بس. يعني مثلا لو جيت عملت كده هتلاقي قطع ايه؟ البرودكت بس. ده معنى كلمه بريفكس، ان انا بقطع من الاري بتاعه الكرنت يو ار ال عناصر، ماشي، بحجم الاري بتاعه الباص. بعد كده يبدا يقارن. حلو حلو. طيب لما اجي اقارن الباص، لما اجي اقطع السلايس بتاعت الباص الفاضي، هلاقيها دايما بتطلع باريه فاضيه برضه. فده معناه ايه؟ ده معناه لو انت جيت هنا شفت، اوكي، ده معناه ان الباص الفاضي هيماتش مع اي باص ايا كان هو ايه. لان احنا دايما لما نيجي نقطع من اي سترنج، او سوري من اي اري، لما نيجي نقطع من سلايس من صفر لصفر، دايما بيديك سترنج فاضي. فخلاص تيجي تقارن، هتقول انا الباص عندي سترنج فاضيه، لما قطعت من
الاري بتاعت الكرنت يو ار ال طلعت سترنج فاضيه، فاذا هما الاثنين زي بعض متساويين، يبقى اذا خلاص كده تمام. يبقى كده ايه الباص الفاضي بيماتش معايا. فده مع دي ايه مشكله هنشوفها، هنشوف ليه دي بتعمل مشكله في الريدايركت تول. بس هو هنا بالرغم ان هو لقي ده ماتشنج، بس عندي برضو برودكت واحد والاثنين لسه لازم يماتشوا مع حاجه. فبالتالي بيجي يخش يشوف هل الباص الفاضي ده فيه تشيلدرن ولا لا. مفيش تشيلدرن يبقى هيعديه، يبقى انت خلاص مش معانا، برغم ان هو ماتشنج بس ايه ما كملش باقي السيجمنتس. اوكي. هيجي بعد كده هنا هيشوف البرودكت، هيقطع زي ما قلنا اول حته هيلاقيها برودكت وبرودكت، فهو هيبقى يقول لك اوكي خلاص ده معانا. هيجي يتبقى عندي واحد، هيجي يشوف في التشيلدرن هيلاقي فيه مثلا عندي الاي دي، فهو ده تمام، هيفتح معاك ايه برودكت واحد. طيب ده ايه اللي بيحصل في العادي. طيب تعالى بقى نشوف الكيس. مثلا هنا لو جينا حطينا الجزء بتاع الدايركت 2، اوكي، لو هفترض ان هو ما عنديش باس ماتش، لو مشينا بسياسه الباس ماتش بريفكس مع الباص الفاضي وريدايركت هوم، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل زي ما احنا قلنا ان دايما الباص ده بيماتش مع اي يو ار ال، مع اي يو ار ال. فده معناه كده ان اول ما تيجي تفتح اي يو ار ال هيجي يبص على ده هيلاقي ماتشنج. بس مشكلته ان هو مشكله الانجولار ان هو مجرد ما يلاقي الباص ماتشنج ومعاه ريدايركت 2 على طول بينفذ ريدايركت 2 من غير اصلا حتى ما يبص على باقي الاري، ملوش دعوه. ده يا عم ده لسه عندي برودكت وعندي واحد، ماليش دعوه. هو طالما عندي الباص فاضي ده ماتشنج وفي ريدايركت 2 خلاص هيروح على الهوم. فده معناه ان اي باص هيتفتح هيروح على الهوم. لما نيجي نحط الريدايركت 2 او سوري لما نيجي نحط الباص ماتش فول، معناها ايه بقى باص ماتش فول؟ معناها بقول له لما تيجي تقارن ما بين الاري بتاعت الكرنت يو ار ال والاري بتاعت الباص، لازم الاثنين يكونوا متساويين في القيم وفي الطول. يعني مش هتاخد بس في الحته من الاري بتاعت الكرنت يو ار ال، لا مش هناخد حته، هناخدها كلها على بعضها، يا اما كله بيساوي يا اما خلاص ما يساويش. تمام. فبالتالي لما تيجي هنا لو انت عامل باص ماتش فول ويلاقي هنا سترنج فاضيه يعني طولها 0 ودي سترنج طولها 2، اصلا مش هيكمل خلاص، انت كده مش معانا، هيعديها. اوكي. فعشان كده ده مهم جدا تستخدم الباص ماتش فول. الاصدارات الحديثه بتديك دلوقتي ايرور لو انت استخدمت ريدايركت 2 او من غير الباص ماتش. وحتى لو انت حاولت تعمل سيناريو انك انت تكتب هنا باص ماتش بريفكس عشان تشوف الموضوع ده، برده مش هيحصل. خلاص الاصدارات الحديثه بقت فاهمه كويس قوي المشكله دي وبقت بتهندلها حتى لو انت عملت الخطا من غير ما تاخد بالك. بس انا حبيت افهمك يعني ايه باص ماتش وبتشتغل ازاي والانجولار بيستعملها ازاي. طيب برضو مش محتاج اقول لك ان انت ما ينفعش تستخدم مثلا ريدايركت 2 هنا. مثلا افترض مع اي حاجه ريدايركت 2 مثلا تعال نقول مع اكتب هنا برودكت، اكتب اي حاجه مش هتفرق. الفكره ما ينفعش تستخدم ريدايركت 2 مع الكومبوننت، هتلاقيه اصلا مديلك ايرور. خد بالك اهو، قالك ما ينفعش تستخدم ريدايركت 2 and component or load component. فبالتالي دي ايه حاجه ما ينفعش تعملها. كده انت فهمت عن ايه ريدايركت 2 وليه لازم تستخدم معاها الباس ماتش، وفهمت يعني ايه باس ماتش فول وباس ماتش بريفكس. عايزين بقى نشوف ايه التحديث الجديد اللي نزل في انجولار 20 الخاص بالريدايركت 2. زي ما شفت قبل كده الريدايركت 2 احنا بنديها سترينج وخلاص، بس بدءا من اول انجولار 20 بدأنا نديها حاجه تانية هي ايه فانكشن، او بقت بتاخد سترينج او فانكشن او حاجه اسمها ريدايركت فانكشن. طب دي عباره عن ايه؟ لو جيت دخلت عليها هتلاقيها هي عباره عن فانكشن عاديه جدا. اوكي. بتاخد انبوت او ممكن ما تديهاش انبوت مفيش مشكله، بس لو تديها انبوت هيبقى عباره عن اكتيفيتد راوت سناب شوت. وانا قلت قبل كده ان سناب شوت دي عباره عن لقطه ماشي، وبتبقى فيها الداتا الخاصه بالكارنت يو ار ال وقت ما اتفتح. تمام. واللقطه دي ما ينفعش تغير فيها حاجه. بس خد بالك هنا بيقول لك بيك. يعني ايه بيك دي؟ بيك دي يعني هو مش هيدي لك كل حاجه من السناب شوت خالص، هو هيديك حاجات معينه اللي هم دول الراوت كونفيج اليو ار ال برامز كويري برامز فراجمنتس الكلام ده كله. طبعا في حاجات انت مش فاهمها مش مشكله، احنا كده كده ايه هنتعرض لها بعدين واحنا ماشيين ما تقلقش يعني. المهم حاجه ثانيه ان الريدايركت فانكشن لازم ترجع حاجه اسمها maybe async او تايب تاني اسمه maybe async، وده بياخد string او URL tree. خد بالك افتكر دول كويس قوي. لو جيت دخلت على maybe async هتلاقيه هو عباره عن تايب بيرجع التايب نفسه او observable من التايب او بروميس من التايب. يعني ايه؟ يعني ده معناه ان
الفانكشن اللي هتقبلها الريدايركت تو، يا اما ترجع سترينج يا اما هترجع اوبزرفبل، سوري، يا اما ترجع سترينج او يو ار ال 3، او ترجع اوبزرفبل اللي هو بدوره هيرجع برضه سترينج او يو ار ال 3، او يرجع بروميس واللي برضه بدوره هيرجع السترينج واليو ار ال 3. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه انا ممكن مثلا اجي اعمل كده عادي، ممكن اعمل كده تشتغل معايا عادي، ايه المشكله؟ طيب ده كده سترينج. طب ايه هي بقى اليو ار ال 3؟ اليو ار ال 3 دي عباره عن اوبجكت مثلا الانجلر بيستخدمه عشان يمثل المسار تمام بشكل استراكشر، يعني كانه بيحول او بيخلي اليو ار ال كاوبجكت عشان تعرف تضيف فيه الفراجمنت والكويري برامس والبرامس بطريقه امنه شويه. اوكي، بس دي احنا هنتكلم عنها في فيديو لوحدها عشان بس ايه ما نطولش الفيديو ده. طيب خلينا ناخد كيس هنحتاج فيها الاسync ريدايركت تو. نفترض مثلا معايا ان انت كنت شغال في شركه والشركه دي عملت مشروع لحد، وفي المشروع ده في صفحه هوم بيج، والكلاينت بتاع الشركه قال لهم انا عايز اعمل ديزاين جديد للهوم بيج، بس عايز اخلي المستخدم بتاعي هو اللي يقرر يستخدم انهي واحد فيهم. تمام، او لو يعني طلع رساله للمستخدم، والمستخدم لو اختار ان هو عايز يجرب الهوم بيج الجديده فانا اعرض له الهوم بيج الجديد. فده مثلا افترض يعني هيبقى عندي مثلا حاجه شبه كده، مثلا هنقول مثلا نعمل ان سي نيو هوم مثلا. اوكي، نسينا برضو داش داش موديول اب مثلا. اوكي، وتعالى مثلا هنا هنعمل ايه؟ هنعمل هنا نيو هوم مثلا. اوكي، وده معناه ان هيبقى في فلاج في الاي بي اي، الفلاج ده بناء عليه هنعمل ريدايركت للهوم بيج على الهوم العاديه او النيو هوم. طيب قبل ما يبقى في ريدايركت تو بفانكشن بالطريقه دي، عايزين نفهم كنا بنعملها زمان او ايه الحاجات اللي كنا بنعملها زمان عشان نعمل حاجه زي الكيس دي، وبعد كده نشوف ازاي نعملها بالريدايركت تو. كان زمان عندك 3 حلول عشان تعمل تحويله زي دي. اول طريقه ان احنا ممكن نستخدم حاجه اسمها الجارد. انا لسه هشرح الجارد تمام، بس مشكله الطريقه دي ان الجارد مش هدفه انه يعمل تحويلات بسيطه زي كده. الجارد ده معمول علشان يطبق بزنس رولز معينه، زي مثلا ما ينفعش المستخدم يفتح الصفحه دي الا لو كان مانجر او عنده رول مانجر او رول ادمن مثلا. ما ينفعش يخلي المستخدم يمشي من الصفحه دي او يحول لصفحه تانية لو في تغييرات مثلا ما حصلتش. دي كلها اسمها بزنس رولز. تمام، مش هدف الجارد خالص ان هو يعمل تحويله بالطريقه دي، تحويله بسيطه بناء على فلاج بسيط بالطريقه دي. وحاجه تانية ان الجارد بيتنفذ قبل ما الانجولار يبني اي كومبوننت. يعني ايه؟ يعني مفترض الريدايركت تو مجرد ما بيعمل نافيجيشن ستارت مثلا، مجرد ما خلاص يعني خلاص بدا النافيجيشن للريدايركت تو بيحول على طول مباشره. لكن مع الجارد لا، مع الجارد هتلاقيه فاهم ان هو ايه، عمل نافيجيشن ومشي عند الجارد ويتعرف عليها وينفذها وبعد كده ايه يكمل. فدي مشكله تانية برضه، يعني بيمشي كام خطوه قدام احنا مش محتاجينهم قوي عشان نعمل الريدايركت ده. يعني من الاخر الجارد احسن له انك تستخدمه في بيزنس رولز زي ما قلناها. مثلا صفحه مش هتتفتح غير لما المستخدم يبقى عامل لوجن، صفحه هتتفتح لما يكون المستخدم عنده رول معين، الكلام ده. طيب الطريقه الثانيه ان احنا نعمل كومبوننت وسيط في النص هو اللي يعمل التحويله دي. ازاي يعني؟ مثلا تعالى مثلا تعالى نفترض الاول نعمل عندي، تعالى مثلا نعمل هنا نخش على سيرفيسز مثلا. تعالى هنحتاج خدمة هنسميها مثلا وليكن فيتشر. اوكي، وتعالى نخش فيها فيتشر سيرفيس. يعني هنا مثلا كنت عامل الكلام ده قبل كده، هنا في ايرور. اوكي تمام. يعني هفترض ان انا عامل بس دول كده مجرد فانكشنز علشان نجرب البروميس ونجرب الاوبزرفر. ماشي، افترض ان عندي دي مثلا. تعال هنعمل كومبوننت هنسميه ريدايركت. هنعمل ان جي سي ريدايركت. ماشي، تعال نعمل موديول اب. تعالى هنا فين الريدايركت كومبوننت اهو ده. اوكي، هنعمل هنا الجزء ده.
هنا بنعمل انجكت للفانكشن اللي احنا عملناها. اوكي، وبنعمل انجكت للراوت علشان نعمل التحويله دي جوه الان جي اون انت. اوكي، وبنيجي هنا دي الطريقه الثانيه اللي احنا كنا بنعمل فيها الريدايركت بناء على بناء على كونديشن. تمام. ممكن تيجي هنا نيجي هنا نعمل بدل من دي خالص، هنشيل دي خالص، نعمل هنا component، نعمل redirect component، ولو جينا شفناها هنلاقيها ايه شغالة. ماشي. طبعا هنا الفكرة هو هنا نعمل ايه عشان بس تبقى انت فاهم. عاملين في السيرفيس، لا مش هنا، انا عامل هنا الفاليو بتاعت observable بتبقى راندوم، يعني ممكن تبقى مرة true مرة false، بس هو عامة لو النيو هوم true هيحول إلى النيو هوم، ولو كانت فولس هيحول على الهوم. هنا نيو هوم وهنا هوم. اوكي، نفترض هنا النيو هوم. هنا مثلا نديله ستايل علشان مثلا نديله فونت سايز مثلا وليكن لارج whatever، ونديله color جرين مثلا عشان نشوف. ده نيو هوم. الطريقة دي فيها مشاكل. المشكلة الأولى إنه مش حلو من ناحية الأداء، لأن الأنجولار عشان يعمل التحويل ده لازم يعمل اكتيفيشن للراوت كله مرورا بكل مراحل إنشاء الراوت. يعني عشان بس تبقى أنت متخيل الوضع، تعالى نيجي هنا في الاب راوتنج موديول وهنشغل حاجة هنا اسمها enable tracing، نخليها true هنشوف بس بيحصل ايه. تعالى نمسح كل حاجة وتعالى هنا انا هدوس هوم ونشوف هيحصل ايه. طيب تعالى نشوف هنا حصل ايه. بص يا سيدي، هنا زي ما انت شايف هو بدأ نافيجيشن ستارت ومشي كل الايه، يعني يعتبر عمل الاكتيفيشن ومشي كل خطوات التعرف على الباص الفاضي. تمام. شوف مشي كام مرحلة، شايف مشي قد ايه. اوكي، لحد ما هيوصل عند نيو هوم، او لحد ما يوصل عند هوم مثلا، لان هو هنا عمل الهوم الفلاج اللي هو نيو هوم فولس، فحول على الهوم. ماشي. شوف مشي مراحل قد ايه. دي اول مشكله. المشكله دي اول مشكله ان هو بيمشي مراحل كتيره جدا على الفاضي. طبعا بيعمل اوبجكت برضو من الكومبوننت اللي اسمه ريدايركت كومبوننت، وبيعمل التشينج ديتكشن، بيعمل كل حاجه، وده يعتبر باير بليد كود او كود زياده ملوش لازمه، خصوصا لو انت هتعمل نفس الحركه دي او عندك اكتر من ريدايركت في المشروع بتاعك. طيب والمشكله الثانيه انه هيحصل وميض هيشوف المستخدم، وده ممكن يعمل عدم ثقه في الموقع، لان المستخدم ممكن يفكر ان الموقع بيحصل فيه مشكله في الخلفيه، ممكن مثلا يتسرق ولا يعمل اي حاجه مثلا وات ايفر. صحيح المشكله دي او مشكله العميل مش موجوده في الجارد، بس برضه احنا قلنا الجارد مش حاجه لطيفه برضه. طيب هو العميل ده هيجي منين؟ هيجي ان الانجولار هيروح على الباص الفاضي الاول، ولما يعمل اوبجكت من الكومبوننت يبقى اذا هيعرضه. يعني هو بيجي هنا على الباص الفاضي هيلاقي عندي ريدايركت كومبوننت، هيعمل له اوبجكت وهيعرضه، وبعد كده ايه يعمل داخلين التحويله. وده هتشوفه هنا. لاحظ كده ما هندوس على الهوم هيحصل ايه؟ ريدايركت وركس، بعد كده حول على الهوم. يعني هو بيروح على الريدايركت الاول بعد كده يروح على الهوم. فدي ايه تاني مشكله. اوكي. طيب الطريقه الثالثه ان انا قبل ما نخلي الانجولار يعمل انشاليزيشن للابلكيشن اصلا يبعت للسيرفر يجيب قيمه الفلاج، واخد بالك، وبعد كده يعمل التحويل او يعني ايه يظبط الكونفجريشن بتاعت الراوت، وبعد كده ايه يظهر الصفحه الهوم بيج اللي هي اللي اختارها المستخدم عادي جدا. الطريقه دي ان احنا نبعت نجيب حاجه من السيرفر قبل ما الانجولار يعمل انيشاليزيشن، اولا هتاخر الابلكيشن على ما تتعرض قدام المستخدم، بس حاجه زي دي ما هتتعملش عشان حاجه تافهه زي فلاج زي كده. فدي طريقه برضو مش حلوه لو انت هتستخدمها في كيس زي موضوع الفلاج ده. لكن لو مثلا محتاج تجيب كونفجريشن للموقع بتاعك من على السيرفر قبل ما الابلكيشن تتفتح، ماشي. عايز تجيب ملف الترجمه الخاص بالابلكيشن قبل ما تتفتح، ماشي، ممكن تستخدم الطريقه دي. اوكي. طيب ايه افضل طريقه؟ احنا عايزين حاجه بسيطه، عايزين حاجه تبقى بسيطه وتبقى موجوده جوه الكونفجريشن بتاع الراوت نفسها، اللي هي مين؟ اسync redirected to. هم عشان كده عملوا الاسync redirected to عشان تستخدمه في حاجات
في الكيسز البسيطه دي. تعالى اوريك. هنيجي هنا هنعمل ايه؟ ريدايركت زي ما كنا عاملين. هنحولها مثلا، هنعمل هنا كده، وطبعا مش هننسى هنا، نسينا قوس. وتعالى نعمل باس ماتش. تعالى الأول نشوف لو احنا هنرجع هنستخدم مثلا الأوبزرفر مثلا، هنستخدم السيرفيس اللي عملناها. هنعمل هنا كونست مثلا وليكن فيتشر سيرفيس. طبعا مش ده اللي هيحصل، هنعمل انجكت. اوكي اوكي. وهنيجي هنا نقول له return دوت جيت فلاجز. اوكي، بس مش جيت فلاجز دي، احنا هناخد بتاعة الobservable وهنشيل دي كده. تعالى نقول دوت بايب زي ما انت شايف بالطريقة دي. وهنا هنعمل import للماب كده. ايه تمام قوي. تعالى نجرب هنشوف هل هي شغالة ولا مش شغالة. تعالى مثلا نروح عند برودكت، نرجع تاني على الهوم. خد بالك من اللي بيحصل ايه. خد بالك هنا في السيرفيس انا مأخرها ثانية واحدة. ركز في حاجتين اتنين. اول حاجة تعالى نشوف، نبص على المراحل بتاعت الراوت هنا حصل فيها ايه. انا هضغط على البرودكت ماشي. وتعالى نفضي برضو دول، وتعالى هنا نضغط على الهوم. لاحظ ان انا مجرد ما ادوس على الهوم مش هيتنقل على طول، لان انا عامل تأخير ثانية عشان بس نحكي موضوع السيرفر والريسبونس بتاعت السيرفر والكلام ده كله. خد بالك هندوس على الهوم مش هيحصل اي وميض، مش هيحصل اي حاجة، ومش هيتنقل مثلا على حاجة في النص او صفحة في النص زي ما عملنا في ريدايركت 2. هضغط اهو على الهوم، ثانية واحدة، وقلب على الهوم وركس. طب تعالى نشوف هنا حصل ايه. هنا خد بالك مجرد ما عمل نافيجيشن ستارت على طول، تمام، قلب على مين؟ على الهوم. هناك احنا كنا شفنا الهوم دي بعد ما عدى مراحل كتيرة جدا. لا، شوف هنا شوية مراحل صغيرين وبدأ على طول على الهوم. فده ميزة استخدام الريدايركت تو اسync. طيب عايز استخدمها مع مثلا البروميس. اوكي، هنا هنشيل دي كده، هنشيل دي خالص. تعالى هنا نقول بروميس. ممكن مش لازم زن، ممكن تيجي تعمل هنا ايه، ممكن تيجي تعمل هنا مثلا let مثلا flag whatever equal. اوكي. طبعا عشان دي بروميس هتيجي تعمل هنا await، وهتيجي تعمل هنا async، وهتيجي تعمل هنا ايه، هتقول زي ما هو قال لك كده flag دوت new home، هتحول على new home. لو home هتحول، او سوري لو false هيحول على الهوم. تعالى نجرب برودكت ثانية واحدة. ماشي، زي ما انت شايف هي ايه، شغالة معانا عادي جدا. طيب لو عايزينها ترجع سترينج عادية جدا، الموضوع بسيط جدا زي ما احنا عارفين. كده هنشيل الاسync دي عشان مش هيبقى ليها لازمة. وممكن تيجي هنا feature service dot get flags العادية، بس زي ما انت شايف هتلاقيها برضو شغالة معاك عادي جدا. تمام. وبكده تكون بقيت عارف ازاي تقدر تستخدم redirect to، وعرفت ايه اهمية استخدام الاسync redirect to، وعرفت ليه اصلا تستخدم الباس ماتش فول مع الريدايركت 2، وفهمت ازاي الانجولار بيعمل ماتشنج او بيختار الباص المناسب من جوه الراوتس اري. اوكي، وفهمت يعني ايه باس ماتش بريفكس ويعني ايه باس ماتش فول. تمام. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو عندك اي سؤال ابعت لي، ما تترددش. شكرا جزيلا للاستماع.